ازيكم؟ معاكم أدري. اتمنى لو تشوف الحلقة على التيك توك تعمل لايك وفولو وتعمل شير ليها، ولو هتشوف على اليوتيوب تعمل لايك شير سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد. طيب، النهاردة يوم خسارة المنتخبات الوطنية. دي الخلاصة، خسارة المنتخبات الوطنية. المباراة الأولى كانت منتخب مصر الأولمبي قدام منتخب السعودية الأولمبي تحت 23 سنة. المباراة انتهت في الوقت الأساسي 2-2. كانوا بيلعبوا على المركز الثالث والرابع، ووصلت إلى ضربات الجزاء وخسرنا بضربات الجزاء. في المجمل المنتخب المصري الماتش الأولاني كان قدام استراليا برضو اتعادل وخسر بضربات الجزاء. لعبنا في خلال الماتشين 9 ضربات جزاء تقريبا، جبنا منهم 3. معدل غير مبشر بالمرة تماما. ده معناه يا اما اللعيبه ما بتضربش على ضربات الجزاء، وده غلط. انت المفروض بتبقى وانت رايح اي بطوله بتأهل لعيبتك ان هم لازم يضربوا على ضربات الجزاء. 9 ضربات جزاء تجيب منهم 3، ده عدد لا يذكر. فالمنتخب الأولمبي لازم يراجع نفسه عشان أولمبياد باريس 2024. نتمنى ان الجيل ده يعمل حاجة، وخصوصا آخر مباراة ليهم كانت كويسة جدا. فيعني نتمنى ان الجيل ده يعمل حاجة كويسة ويبتدوا يركزوا معاه شوية. على الجانب الآخر، خسارة منتخب مصر الأول أمام منتخب كرواتيا في بطولة كأس العاصمة أو دوري العاصمة أو أيا كانت العاصمة. 4-2. المباراة بدأت رامي ربيعة في الدقيقة 6 هدف. قلنا خلاص بس كده الدنيا هتبقى تحلى وتبقى الدنيا ماشية تمام. هوبا في الدقيقة 21 كرواتيا تجيب الهدف الأول، وبعد كده تتوالى الأهداف. الملاحظ يعني أولا نبتدي بالتشكيلة بتاعة المنتخب. أبو جبل حراسة المرمى، خط الدفاع هو بالظبط محمد هاني، قلبين دفاع رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم، شمال محمد حمدي. خط النص كان عبارة عن أكرم توفيق جنبيه مروان عطية، قدامهم قفشة. الهجوم مرموش يمين، تريزيجيه شمال، ومصطفى محمد مهاجم رئيسي. نفس الكلام اللي احنا قلناه. عمر مرموش في الجنب اليمين 0. ايه الهدف ان احنا بنلعب عمر مرموش في الجنب اليمين؟ معرفش يعني، مش عارف. الراجل بيلعب في النادي بتاعه في ألمانيا، يا اما سكند سترايكر يا اما بيجي من ناحية الشمال وبيخش لجوه برضه ناحية سكند سترايكر. يعني هو ما بيلعبش وينج. عمر مرموش يا مهاجم صريح يا سكند سترايكر، وهو افضل في سكند سترايكر، اللي هو تبني عليه خطة 4-4-2، يبقى هو المهاجم التاني اللي جاي من تحت. فده عمر مرموش. أكرم توفيق ما كانش ليه أي تواجد في المباراة، وده اللي الناس اتكلمت عليه. أكرم توفيق راجع من إصابة وما كانش بيلعب مع النادي الأهلي، فإشراكه في المباراة ما كانش أفضل حاجة ممكنة. محمد حمدي أخباره إيه؟ أخبار أوفراته إيه؟ مش عارف يعني، أنا شخصيا مش عارف حتى الآن. النقطة الأهم من ده كله بقى، يعني أنا في تغييرة كده حصلت في المباراة. يعني إن أنت تبقى خسران وعايز تعدل تمام، بس إن أنت تبقى خسران وعايز تعدل عشان خلاص أنت رميت كل حاجة وهتهاجم للهجوم. تغييرة مروان عطية، الوحيد اللي عندك هاف ديفندر في نص الملعب هو كان مروان عطية. بمجرد ما خرجت، وانا اول ما التغييره دي حصلت قلت انا بس هيدخل فينا جون كمان. كان تقريبا كان الجون التالت او كان الجون الرابع يا ربي. يعني كنا خسرانين 3-1، جه الجون الرابع بعد خروج مروان عطية. ليه؟ لان ما فيش حد في نص الملعب بيقطع اي هجمه مرتده عليك. بقى الاتنين المدافعين اللي ورا اللي هم رامي ربيعه وعبد المنعم منهم للطل بالسلامه كده. فاي حد بيخش بيجي من على الجنب رامي ربيعه بيطلع يغطي عليه ويهدفها القلب زي ما جاب الجون الرابع بالظبط. هدفها القلب الملعب، استلم حطها هوب في الزاويه اليمين لابو جبل. حسام حسن ان انت تغامر حاجه، وان انت بتجرب حاجه، وان انت خلاص. لا، اصل انت ما بتلعبش كفر ابو مش عارف ايه، انت بتلعب منتخب كرواتيا ليه احترامه. تونس الماتش الاولاني اللي لعبته قدام كرواتيا، اللي هي الماتش اللي فات يعني قدام كرواتيا، كانوا عاملين جيم دفاعي حلو جدا على كرواتيا وبيلعبوا على هجمات مرتده. مش عيب؟ انت عارف امكانياتك وعارف امكانيات اللي قدامك، تفتح خطوطك ازاي كده قدام كرواتيا؟ مش عارف. النقطه التانية، الكرات الثابته كلها
يعني انا بيتهيألي لو بيلعبوا كرة ثابتة من بره الاستاد لجوه الاستاد هتدخل جول. المدافعين بتقف بطريقة غلط يعني فوق الوصف بصراحة، سواء من ضربة ركنية جون، من بره منطقة الجزاء برضو جون، أي حاجة، أي ضربة ثابتة على المنتخب هي يعني كارثة. فيعني لازم المنتخب يشتغل على النقطة دي الفترة الجاية. ده بخلاف إن طبعا أندية مصر كلها في حتة الدفاع في الكرات الثابتة دي، مصر طول عمرها يعني احنا على الله حكايتنا. نادرا ما تلاقي إن عندك خط دفاع بيعرف يتعامل مع الكرات العرضية. ابو جبل النهارده في جون الاولاني اعتقد هو كان خارج بره منطقه الجزاء، الجون الاولاني اللي هو جون التعادل. كان واخد كام خطوه قدام، هو لو كان راجع خطوتين ورا كان عارف يجيب الجون. مش فاكر اني جون تاني برضو كان ابو جبل مش مركز فيه. فده هل ده معناه ان محمد الشناوي ملوش بديل؟ برضو لازم الانديه في مصر تشتغل على قصه حراسه المرمى، لانه ما ينفعش ان يبقى عندنا هو حارس مرمى واحد محمد الشناوي. ومش بفخم الشناوي دي كوارث. يعني انا شخصيا مع الاهلي في الشناوي في ايام ماتشات بيراميدز دي، لما بيجي يستلم الكرة بحط ايدي على قلبي، لانه ساعات بتهف كده منه اللي هو انا عايز ارقص فبتتقطع منه. فاكرين انتوا المجمل. المنتخب استفاد من المباراتين، استفاد، بس الاستفادة الأكبر إن حسام حسن الفترة الجاية لازم يجيب اللعيبة اللي هتلعب معاه في المراكز بتاعته. يعني انت مباراة النهاردة انت ما عندكش وينج يمين غير مصطفى فتحي، ومصطفى فتحي ما يقضيش 90 دقيقة. يعني أنا مقتنع إن هو كان يلعب على الأقل شوط ونص، وبعد كده تنزل مرموش يا سيدي براحتك. بس ازاي تروح يعني تجمع منتخب ما عندكش غير وينج يمين واحد؟ مش فاهمها بصراحة، مش فاهمها. اتمنى ان كابتن حسام حسن الفترة الجاية يراجع حساباته في اي استدعاء للمنتخب، يجيب لعيبة، يجيب في كل مركز بدل لاعب 2 و3، وعندك القدرة ان انت تعمل ده، وعندك من اللعيبة ان هي تعمل ده. يعني احنا هنقول صلاح مجاش وزيزو مجاش، تمام، عندك مصطفى فتحي، كان ممكن تجيب كريم توفيق من الاهلي، كان عندك عمر كمال عبد الواحد، الاتنين ممكن يلعبوا معاك وينج يمين، تبقى رايح بحد، يبقى معاك بدلة. انما انت كده مفيش. كان ممكن تاخد شيكابالا، هيأدي معاك نص شوط، يبقى مصطفى فتحي شوط وشيكابالا شوط، هما كده لعبوا ومسكوا الجنب اليمين. بس اللي انت عملته في المباراة يعني في الاستدعاء ده، يعني هنقول ده أول استدعاء ودرس وتعلمنا. المهم نركز في اللي جاي عشان منتخب مصر يبقى في حتة أفضل. مش عايزين نكرر تجربة فيتوريا، مش عايزين نعيد أيام فيتوريا بنلاعب لعيبة في مراكز مش بتاعتها، وبالتالي هنشوف مباريات يعني ما يعلم بها إلا ربنا. بس كده، دي أخبارنا عن المنتخبات الوطنية النهاردة. سلام.